صباح الفل والنور والهنا عليكم، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير ان شاء الله. بصوا كده، اول ما صحيت من النوم نشرت الاول ايه، كان عندي ستاير في الغسالة. وبعد كده بقى صحيت نشرتها، وبعد كده قلت بقى هشوف بقى اللي ورايا. فكان عندي ايه، طبعا مش عارفه انزل النجف لاني خلاص الكهربائي ان شاء الله هيبدا شغل، هو النقاشه خلصت، بس باقي شويه تعديلات كده عشان النقاشه يعني في حاجات كده ايه مش متظبطه فيها. فالراجل بتاع النقاشه قال لي هاجي ان شاء الله هظبطها في اي وقت تاني. فانا بقى هنزل كده عشان خاطر طبعا الكهربائي لما يجي يشتغل في يعني بقى يركب لي النجف ويركب لي بقى اي حاجه ايه، اي حاجه يعني انا عايزه اركبها. فانا قلت بقى ايه بالمره كده، ان انا ما كنتش عارفه بصراحه افك النجف، لاني اسلاك بقى وعالي بصراحه. فانا ايه سبت الحاجات دي لمحمد، وقال لي لما ارجع من الشغل انا ايه هشيلها لك. فانا بقى نزلت المراوح كده زي ما انتوا شايفين، وغسلتها غسله حلوه. كانت بصراحه متطربه قوي، غسلتها عشان خاطر لما اجي اركبها على نظافه. ان شاء الله باذن الله هبقى اجيب لها الوشوش. رجعت بقى ايه، طبعا الاول بس رحت كده مشوار، جبت بتاع الرخام عشان خاطر يعمل لي الرخامه. بس وهو يعني قال لي هروح اجيبها، يعني خلاص خد المقاس، محمد كان في الوقت ده. قال لي خلاص هروح انا ايه معاه، ياخد المقاس يعني، وبعد كده ايه عقبال ما هو ما يرجع نتغدى عشان خاطر يعرف ايه يعرف يروح الشغل. فقلت له خلاص هعمل انا الغدا بسرعه. يعني طلعت عملت الغدا، عملت بابا غنوج وحمرت بطاطس، وعملت اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام، عملت جبنة قديمة بقوطة، قطعت كده. يعني الأول هرست الجبنة القديمة كنت شارياها، كان طعمها تحفة. اشتريتها وعملتها بزيت، وبعد كده رحت حطيت عليها طماطم وهرستها. وده كده الطحينه دي بعملها لبابا غنوج، بس ايه مستنيه علي لما راح يعني يجيب لي تاني طحينه عشان خاطر بابا غنوج بيحب الطحينه. بصوا بقى احنا كنا خلاص اتغدينا، فالراجل بتاع الرخامه قال لي ايه، قال لي خلاص يعني حد يستناني هناك عشان خاطر لما اجي اجيب الرخامه اطلع بيها على طول ما تتكسرش. فقلت له خلاص ماشي. فطلعت بقى جبت حاجه اول النجاره، لان النجار راح يعني معايا عند هو الموان، وجبنا الحاجات ديت اللي هي بتاعت النجارة، اللي هي بقى الأكر. عايزة اقول لكم الاسعار والله العظيم مش عايزة اديكم احباط، بس الاسعار رفعت جدا. يعني عايزة اقول لكم بس الحاجات اللي انتوا هتشوفوها دي، الأكرة اللي هي بتاعت الباب، والأكرتين الأكرة اللي هي بتاعت الباب اللي هو بتاع باب الشقة، والأكرتين اللي هم بتوع بيبان الأوضة. أنا عندي بس بابين أوضة عشان فاتحة التانية على الريسبشن التالتة يعني، فأنا عندي بابين فجبت اتنين اللي هما الأوض. معلش جالي تليفون كنت برد. هوريكم بقى بقية الحاجات دي، بس عايزة أقول لكم ب 345 جنيه عين سحرية. اللهم صل على النبي الصدادتين دول اصلا ب10، اللي هم بيسدوا يعني مكان الباب عشان خاطر لما افتح الباب فالحيطه ما تتجرحش. بص هو ابن اخويا اللي كان بيصورني روشني اقسم بالله. عايزه اقول لكم انا اصلا عمال يجري مني، يعني عايز يشوف، عايز يبص في العين السحريه. انا عماله اقول له هي هو يقول لي إيه؟ لا انا عايزه اشوف. يقول لي الله دي جميله قوي. انا جبت اللي هي العين ضيقه عشان خاطر الراجل قال لي العين الواسعه بتبقى يعني بتخلي اللي بره شايف اللي جوه، بيبقى كاشف اللي جوه، يعني حتى لو حد طلع على السلم ممكن يبقى كاشف الشقه. فقال لي جيبي اللي هي الضيقه احسن، وفعلا على فكره جميله، يعني لما ببص فيها كده بتبين اللي بره او بتبين اي حد. يعني كنت عماله اجرب انا وابن اخويا. ودي بقيت الحاجات بتاعه الكوالين كان نسيها معاه في ايديه. هو كان كل شويه ينسى حاجه، يعني واخدها من العلبه وبعد كده يقول لي الحقي، وارجع تاني افتح الكيس واروح حطاها. بصوا بقى العباية بتاعتي اتبهدلت لاني طلعت الحاجات كلها اللي كانت في المطبخ. يعني مش كله، انا طلعت ايه الحاجات اللي ناحية الرخامة بس اللي هتتركب، والشبشب بقى بتاعي وكل حاجة باظت. يعني الهدوم كلها انا كل ما اجي الشقة الاقي الدنيا اتدهولت. فانا قلت ان شاء الله بصوا دي برضك، هي دي كل الحاجات دي اللي انا وريتها لكم. دي اسمها ايه، اسمه مقبض تقريبا، اللي بتشدي بيه الباب او بتمسكي بيه يعني الباب. كلهم كده على بعض ب 345 جنيه.
انا قلت له انا عايزه يعني اهم حاجه انا عايزه انضف حاجه عشان خاطر العيال بقى لما تيجي تفتح الاوكر ولا حاجه الاوكرة ما تتقطمش كده، عشان انا عيالي شقي شويه ربنا يحفظهم. هشيلهم بقى في الكيس لحد ايه ما الراجل بقى، انا يعني كنت هخلي هو قال لي انا هطلع اعملهم لك، بس انا ايه هسيب النجاره دي لاخر حاجه، بقيت النجاره يعني. بصوا بقى تعالى اما اوريكم. بصوا الحله اللي انا جبتها. بصوا انا كان نفسي اجيب بصراحه العريضه، بس انا اصلا انا اللي غبيه اقسم بالله. انا الراجل سالني قال لي الرخامه بتاعتك كام متر، قلت له متر، فراح قال لي لا مش هينفع، لازم هتبقى يعني لو انت جبتي العريضه كان جميله شكلها جميل قوي، لو انت جبتي العريضه وكبيره اكبر من كده يعني اعرض من كده وعارفين اللي هي مربعه شكلها يعني اشيك من كده، فقال لي لا دي ما تنفعش هنا، ما تنفعش يعني في مساحه متر. فهي اصلا الرخامه ناسي خالص اصلا ان الراجل كان مديني المساحه بتاعتها كانت 2 متر. وجبت الحوض وجبت القعدة، جبت كده طقم على بعض وانا جبته ابيض، بس هو طبعا الاضاءة هنا وحشة جدا لان طبعا اللونات دي كلها يعني مصفرة، اللونات بتاعت الشقة كلها اللي هي محطوطة. فطبعا الاضاءة لما الراجل يجي كهرباء يجي يعمل الكهرباء طبعا الاضاءة تختلف في لون النقاشة وكل حاجة بصراحة. هو هي القعدة والحوض لونهم ابيض خالص، حتى اللهم صل على النبي الدش والحاجات دي كلها انا جايباها بيضه يعني بتاعه الحمام اي حاجه. والخلاطات برضو جبتها، وجبت اللي هي الحنفيه السيليكون بتاعه الحوض اللي هو بتاع المطبخ. انا مش عارفه اجمع ليه والله، عشان تقريبا ايه مش عارفه يعني بحس كده ان انا مرهقه. ده الحوض اللي هو بتاع الحمام، هو كله ابيض ابيض ناصع مش الاوف وايت اللي انتوا شايفينه، يعني هو باين في الشاشه ان هو اوف وايت بس هي الاضاءه فعلا زي ما بقول لكم وحشه قوي. بصوا هي الدنيا متدهوله في الشقه، انا كل شويه والله العظيم اكنسها. بصوا دي الراجل جه حط الرخامه وقال لي هروح اجيب الشنيور، اتاخر جدا والله العظيم، يعني اتاخر عليا عقبال ما جه. بصوا انا عايزه اوريكم ده وشها اللي انا يعني بشاور لكم عليه بصباعي ده كده وشها هي بتلمع، حتى في ازازه كده سابها لي بلمع بيها، يعني هو شفته بيلمع بيها فراح قال لي ايه، قال لي قلت له سيبهم لي شويه صغيرين دول اقول لي اسمها وانا اجيب غيرها، فراح قال لي لا اسيبهم لك. انا عماله اوريكم او بقول لكم اسم الطقم ايفو بكام. انا كنت حاجزاه كان ب1700، لما انا رحت بقى خدته، يعني انا كنت حاجزاه عشان كنت اروح اجيب باب اللي هو الباب بتاع الحمام الالمونتال، فانا دفعت حقه لان ساعتها خلاص كنت جبت الدش. بس عايزه اقول لكم ان انا اصلا اتضحك عليا في الدش واتضحك عليا في حاجات كتير قوي، يعني الدش جبته ب700 جنيه، كل ما اسال عليه بره الاقي ارخص من كده. ال- الحله لا الحله سعرها حلو عشان سالت عليها بره لقيتها بنفس السعر. الحله خدتها ب700 جنيه، الحله اللي هي بتاعه الحوض. الطقم ده كان ب1700، لما رحت بقى استلمه قال لي عامل 1850. اصلا قبل ما انا استلمه يعني لما كنت حاجزاه من عنده كان بره في اماكن تانية في نفس المنطقة بس في محلات تانية كل واحد بيقول سعر، اللي يقول لي 1900، اللي يقول لي 1950، اللي يقول لي 1800. فدوت لقيته بصراحة يعني ايه ب1700 فحجزته. ده بصوا الباب الالمونتال انا ما رضيتش اجيبه ايه اللي هو ازاز عشان خاطر انتوا عارفين ايه الاطفال بتقعد تفتح وترزع وتعمل، وانا يعني عايزه اقول لكم يعني بسم الله ما شاء الله على عيالي مفيش حاجه تقع في ايدهم الا لما يكسروها. فجبته بقى ايه ان انا يعني ان هو عشان ما يتكسرش، فانا قلت للراجل لا اعمله لي انا عاملاه عموله. بصوا لون الشقه، بصوا بقى لو في اي تعديلات في الالوان في مثلا تغيير ولا اي حاجه، بس هي الاضاءه فعلا الاضاءه مش حلوه خالص. بصوا كان بالليل احنا كنا عاملين نبص انا وابن اخويا على السما، عمال يقول لي بصي القمر بصي السما بصي السحاب. هو المنظر كان حلو بس عارفين عينيا حسيت ان انا دخت، بس منظر حلو قوي. انا اصلا مني كده للسقف، يعني مني قصدي للسما. وقدامي برضك يعني مش الشقة مش مجروحة مفيش حد ساكن. بس عايزة اقول لكم الصبح انتوا شفتها طبعا الصبح بتعمل اضاءة يعني بيبقى نور ربنا كده مفيش ولا نور ولا اي حاجة مشغلاه، ويبقى حتى واصل للنور للحمام وكله، لان الشقة اصلا كلها شبابيك، وانا محبتش بصراحة اقفل اي شباك عشان خاطر يديني تهوية للمكان والشمس برضك تخش له. بصوا لون الشقة انا عايزة اوريها لكم، طبعا هتفرق في الاضاءة
باذن الله. هو الكهربائي خلاص جه النهارده، انا بس بمنتج لكم الفيديو. انا رحت عنده، يعني رحت الشقه فتحت الباب ووديت هناك نجفه. يعني كل حاجه كل فتره كده بروح ملقطه حاجه في ايديا واخدها واوديها، عشان خاطر يعني تبقى سهله كمان بالنسبه لي ان هو يركب كل الحاجات اللي هي اللي تخص الكهرباء. بوريكم بقى بوريكم، يعني بوريكم اللون. انا عملت الشقه كلها لون واحد، عملته جراي. عارفين درجه الجراي الفاتح قوي قوي؟ انا عملت الدرجه دي، وماشيه كمان مع لون السيراميك ابيض في جراي، ابيض في منقرش كده في جراي، يعني مش غامق، جراي فاتح. فهو ماشي اصلا مع، يعني انا عايزه كل الشقه تكون فاتحه، مش عايزه بصراحه عك، ولا عايزه ان انا مثلا ادخل الوان تخليلي تكتب لي المكان وتقفلهولي. وعايزه كمان ان انا ابقى مرتاحه في المكان ده، يديني طاقه ان انا اقوم مثلا انضف وانفض بقى واعمل كده. عارفين الالوان الفاتحه دي اصلا بتدي طاقه، لكن الالوان الغامقه بتديني طاقه سلبيه وبتخليكي اصلا كسلانه وزهقانه وقرفانه وحاسه كل حاجه كده ضيقه ومكان خانقه. فالفاتح بصوا، البور دوت والحاجات دي، يعني في حاجات كتير قوي عايزه تتظبط، في حاجات مش متصنفره، في حاجات مطرطشه، في حاجات اصلا البوهيه بتاعتها مش واصله للاخر. بصوا اهو لون الشقه كله لون واحد. يعني انا كمان كان بصراحه عماله دلوقتي اقول بيني وبين نفسي، يا ريتني كنت عملت الحمام. بس محمد هو اللي بصراحه هو اللي قال لي لا انا اعملي اللون، يعني انا اخترت اللون ده بتاع المطبخ. بس انا كنت عايزه اعمل نفس لون الحمام المطبخ، يعني حيطان، وهي دي اصلا الموضه اللي ماشيه اليومين دول. بس محمد قال لي لا خلي المطبخ اللون دوت حلو. فانا قلت خلاص هحلي، يعني ما تعملش حاجه نفسي يعني تبقى فيها وكده. فرحت قلت له خلاص يا محمد خليها اللون ده، هو حلو بس انا عارفين ان انا مش عايزه ادخل الوان كتيره. بس هو عاجب محمد وعاجب علي وحلو، يعني انا عاجبني برضك، هو ذوقي. بس كنت عايزه ان انا يعني برضك اعمله ابيض، فاهمين؟ لان انا اصلا كمان عايزه المطبخ بتاعي، انا اصلا يعني مش هغير اي حاجه في الشقه، بس في حاجات كده عايزه اجددها بيني وبين نفسي، يعني انا اللي اجددها، مش هوديها عند حد يجددها لي. بصوا برضك الباب بتاع باب الشقه في حاجات برضك مش متظبطه فيه، فانا عايزه اظبط. هو اصلا الراجل قال لي، او كل ما حد يشوفه بصراحه، هو باب الشقه ده مش انا اللي جايباه، انا مستلمه الشقه بباب الشقه، مستلمه الشقه او باب الشقه. بصوا لونه بني، انا ندمت بصراحه ان انا عملته بني. بس هرجع بقى ان انا اكلف تاني. انا كنت عايزه بصراحه اعمله عارفين الاسود، اسود في جراي. ف ف هو راجل قعدت حتى اقول له، راح قال لي لا الاسود هيبقى مش حلو كده. فهو اصلا هعيد عليه تاني، لان اصلا اللون بتاعه حاسه ان هو مش مديله وشين، مش متصنفر في حاجات كتير، يعني اصلا الاضاءه مش مبينه لكم